وصلنا إلى بيت سيدة عراقية داعى صيتها في مجال الفن التشكيلي والرسم، منذ أن قررت تسخير طاقتها في مجال الفن التشكيلي لتنتج لوحات وأعمال مختلفة يتسابق إليها أصحاب الداقئة والمحبون لهذا الفن. أعزائنا المشاهدين، دعونا وياكم نتعرف أكثر على الفنانة التشكيلي فاطمة العبيدي من خلال برنامج الرائدات التي فتحت لنا صندوق ذاتها لنستخرج منها ما لم نكن نعلمه عنها قبل حوارنا معها. فمن هي فاطمة العبيدي يا ترى؟ فاطمة العبيدي سيدة كركوكلية، فنانة تشكيلية، أم لأربعة أولاد، 3 بنات وولد، كلهم خريجين تقريبا، بس بقت لي واحدة إن شاء الله تخلص هالسنة، وأمارس عملي كفنانة تشكيلية. وهذه الموهبة منذ الطفولة، حالي حال أي طفل عراقي داخل العراق أو خارج العراق يعشق ويحب الفن ويحب الرسم، يحب الألوان. هاي كانت فاطمة العبيدي من الطفولة. نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. بداية الله. حوارنا ست فاطمة، بداية حوارنا ويا حضرتك تحدثي لي عن الذكريات. أنت من ولادة كركوك، شنو الأشياء اللي تتذكريها أو تحمليها منذ طفولتك؟ منذ الطفولة عندي ذكريات، هي مو منذ الطفولة، إنما احنا من كنا صغار كانت الوالدة الله يرحمها كانت تشتغل بالطين، تشتغل الفخار، تشتغل الخزف، كانت يعني نوعا ما فنانة لكن بالفطرة. فلما كانت تشتغل أنا كنت أخذ من عندها الطين وأشتغل نفس الشيء وياها كأي طفل يعشق الطين ويعشق التراب ويعشق الألوان والأقلام هالأمور. فالصدفة من أحد الصدف صادفني إنه في يوم من الأيام كنت في ألمانيا وإحنا مشاركين في سيمبوزيوم دولي في ألمانيا، كان هناك كثير من الفنانين، فمنهم الخزافين ومنهم الرسامين. الخزافين كانوا يستخدمون الطين والأعمال الخزفية ويخلوها بنفس الوقت في طين، في داخل النار حتى يتحول إلى فخار. نعم. على الخزف يتحول. نعم. فلما يتحول إلى خزف، تذكرت والدتي إنه كانت تشتغل نفس الأسلوب وبنفس الطريقة. يعني جميل. مع العلم بين الشغل والدتي وبين الشغل اللي في ألمانيا في سيمبوزيوم يمكن تقريبا 30 سنة أو 35 سنة، فتخيل الطريقة نفسها في ألمانيا والطريقة نفسها في العراق. أهم أخذتي فكرة منها؟ طبعا أكيد أنا كل سيمبوزيوم، كل مهرجان، كل مشاركة يزيدني خبرة ويزيدني فكر ويزيدني مثلا أفكار أتطرق عليها في كل مشاركة. نعم. ست فاطمة، كل امرأة منذ شبابها لديها هدف وأمنية. نعم. يا ترى ماذا كنت تتمنين منذ كنت شابة؟ مثل حال أي طفلة ما تتمنى غير أنه تملك نوع من الأصباغ، نوع من الألوان، أوراق، مثلا دفاتر الرسم، كان هذا أمنيتي كطفل صغير. نعم. لكن لما كبرنا طموحنا كبر معانا أنه نريد نكون فنانين كبار، نريد نوصل. طبعا نعم. هاي ما نوصل إلا بطريقة الممارسة وبجدية وبعمل المخلص وإلى آخره من الأمور اللي يخلي الفنان يوصل. نعم. ست فاطمة، شنو اللي يمكن للمرأة العراقية أن تنجح في مجال حقل الفن؟ يعني تنجح في حقل الفن هي الممارسة. شوف، إذا كل امرأة تملك موهبة، نعم. أيا كان الموهبة، إن كان رسم، إن كان خياط، إن كان نعم. أعمال يدوية، إن كان إكسسوارات، إن كان ديزاين، أي أمور لازم الممارسة. نعم. والمواكبة الموضة أو مواكبة التقدم أو التجدد. فهاي فاطمة العبيدي دائما مواكبة نعم التجدد. نعم. احنا ما نقول فنانة تشكيلية فقط تبدع، وإنما المرأة العراقية مثل حضرتك تبدع في كل مجالات. هي المرأة العراقية مبدعة بحد ذاتها بكل قومياتها بكل أطيافها، هي جميلة في كل شيء. أنامل مبدعة تملك. نعم. تملك الإبداع، تملك المواهب، تملك الكثير رغم المعاناة والمآسي اللي مرت بها الوطن، إلا هي ما شاء الله عليها يعني تملك أمور كثيرة ومبدعة في كل مجال. احنا نقول دائما المرأة العراقية مقاتلة ومتجددة ومعطاء. نعم. بالضبط. تمام. ست فاطمة، حدثي لي عن الفن. شنو اللي خلاك الفاطمة اللي يشجعها عن الفن؟ اللي شجعني للفن والدتي، كانت الله يرحمها كانت فنانة بالفطرة، بس احنا ما كنا نعرف ان هي فنانة. صراحة كانت تشتغل اعمال يدوية رائعة جدا، وتشتغل الخزف وتشتغل بالطين من الصبح لحد العصر. نعم. هي تشتغل بالطين وتنتج اعمال جميلة جدا. نعم. هذا خلاني اتمسك او احب الفن زيادة، إضافة إلى عمي محمود العبيدي، هو أحد رواد الفنانين في كركوك.
هو اللي دعمني وشجعني واللي ساندني. نعم. ومن حسن حظي اني كنت جنة محمود العبيدي، فلهذا كنت امارس الرسم مع عمي الله يرحمه في ذاك الوقت يعني. الى ان كبرت وياي الطموح والفن. نعم. اكثر باكثر. ايش قد كان عمرك ما ترسمين؟ من ارسم من عمر الابتدائيه. ابتدائية. اول ابتدائي شاركت باحد المعارض المدرسيه وكنت فائزه بها يعني. من اكتشف موهبة مالتك؟ يعني من شاف رسمك من خلال الأهل أو الوالد أو أحد المدرسين؟ طبعا اكيد المعلمه لها دور اساسي، احنا كطلاب كابتدائيه، فكانت معلمتي دائما تشجعني وتشجع باقي الطلاب اللي يملكون المواهب او موهبه الفن او الرسم، الموسيقى، الكره، من كل اشكال المواهب. نعم. وبعدين اللي شجعني ودعمني وخلاني استمر عمي محمود العبيد الله يرحمه، وبعدين زوجي ساندني لحد الان. وطبعا الهوايه هي بالممارسه تكبر وتكبر وتوصل للي انت اللي تبغينه او تتمنينه مثلا. نعم. إذا عمك يعني سبب شهرة الفن فاطمة، منو شجعك للرسم؟ اللي شجعني طبعا اكيد الموهبه، لما تكون عندك انت موهبه اساسا. نعم. اللي يشجعك الاول اساس المعلمه. نعم. معلمه المدرسه، ولهذا انا دائما اقول المفروض المعلمه الفنيه في المدرسه تكون نعم. تشجيعها غير عن الفيزياء وعن الكيمياء، لان المدرسه الفنيه الفن هو اساس كل شيء. مثلا شوف على سبيل المثال فن الجمال، فن الطبخ، فن المكياج، فن الامور، كل شيء يبدا بكلمه الفن. اذا الاساس هو الفن، جمال الحياه مربوط بكلمه الفن، فمفروض درس الفنيه يكون لها اساس ولها تشجيع. وانا شجعتني المعلمه بالبدايه، وبعدين الاهل، الوالده والوالده الله يرحمهم، وعندي مع عمي محمود العبيدي، وعندي اهلي واخواني واخواتي شجعوني، والين وصلت لهذا الحمد لله. نعم. هل برايك انت الرسم له اهميه في المدارس؟ طبعا اكيد، انا يمي بالنسبه لي كاختصاص نعم. يعتبر درس الفنيه من اهم الدروس. ليش؟ باعتبار نعم. الفيزياء الكيمياء هي معرفه، هي مجرد معرفه الكتاب. اما الفنيه نعم. كل ما تشجعين الطفل اللي يملك موهبه راح يتفنن، راح يكون بالضبط. مهندس لكن هو فنان في نعم. الهندسه. بالضبط. راح يكون مثلا معلم لكن هو فنان في التعليم الاولاد، يكون معلم لكن هو فنان في توصيل الرساله نعم. لكل شرائح المجتمع. نعم. ست فاطمة، وقتك ايش قد يكون للرسم بالنسبة للعائلة ايش قد، وللرسم ايش قد؟ طبعا شوفي، دائما الأولويات بالدرجة الأولى هم أولادي وزوجي، ومن ثم الهواية الموهبة. نعم. فأنا من أمارس الرسم يعني أمارسه على مثل الشاعر، على من يجيني الإلهام. ما أمارسه بكل وقت، فأفضل وقت عندي للرسم تقريبا منتصف الليل. منتصف الليل. ليش؟ لأن النهار عندي زوجي وأولادي وبيتي ومسؤولياتي. نعم. ومن ثم الرسم. نعم. يعني تنجزين وقتك للرسم والعائلة؟ مقسم الوقت يعني. نعم. عندي وقت للرسم، وعندي وقت للأولاد، وعندي وقت لاستقبال الضيوف وأمور أخرى. نعم. ياهو الأكثر وقت ياخذ الفن أم العائلة؟ طبعا الأولوية الأكثر العائلة. نعم. هذا الجزء القليل إنتاجها بهالكمية، فما بالش لو كان الكمية كلها للرسم كان أكيد أكثر. بس الأولاد وبيتي هم دائما أعتبرهم أولى شيء في حياتي. نعم. ست فاطمة، قلتي بالليل أرسم. نعم. إيش وقت تبدين للرسم؟ طبعا لك وقت محدد؟ مو وقت محدد، بس منتصف الليل مثلا في الشتاء بعد الساعة 10 مثلا ما عنديش ضيوف. نعم. ما تستقبلين أحد. أولادي كلهم مثلا سويت المسؤولية اللي علي. نعم. فكبروا والحمد لله ووصلوا، فاكيد ما عندهم طلبات كثيره. فاحنا شو نسوي بهالحاله؟ ساعه 10 لحد 12 الوحده، هذا في الشتاء. اما بالصيف للساعه 2 ونص انا اقعد ارسم، لانه متفرغه للرسم. ما عندي حد يطرق الباب، ما عندي التليفون يدق، ما عندي الطفل يريد شيء، او ما عندي بالبيت كنس او امور طبخ هالامور. فمتفرغه كامل التفرغ. تمام. للرسم بعد منتصف الليل. كل ايش قد ساعه تكملين اللوحه؟ حسب، مثل أبيات الشعر، لما يكتب الشاعر أبيات يمكن مرات يبقى سنة يبحث عن بيتين حتى يكمل. نعم. الأبيات الشعرية. نعم. فعندي اللوحة مرات تكتمل بنصف ساعة، لوحة تكتمل ب10 أشهر أو شهرين، أو حسب اللوحة، حسب مزاجه، حسب الإلهام، وحسب نوعية الموضوع اللوحة. يعني ما ترسمين وقت متتالية؟ لا ابدا. أجزاء. ما عندي وقت متتالي يعني، مو خياطه. نعم. مثلا مخليه مفصله دشداشه اخيط. نعم. ورا واحده الثانيه. نعم. لا ابدا. الرسم. نعم. عالم اخر، الفن عالم اخر ياتي بالالهام.
كل ما يكون الهامش فكري صافي، ذهنش صافي، ما عندش مشاكل، ما عندش امور، راح تقدرين ترسمين عده لوحات، لكن كل لوحه بموضوع، وكل لوحه برساله وشكل معين. زين، يتبقى لديك وقت لاهتمام اخرى بالهوايات او الرسم؟ نعم، عندي هوايات، مثلا اطلع على الكتب، اقرا كتاب، مثلا خير جلس في هذا الزمان الكتاب. نعم. صح احنا الموبايل ده ياخذنا مرات اكثر من الرسم، بالضبط. اكثر من قراءه الكتاب، مع ذلك ارجع عليه شوي قراءه. خير الجليس في الزمان كذا كتابه. تذكرني على شيء. الان اصبح خير الجليس على الموبايل، مواقع التواصل الاجتماعي. الموبايل، اي والله. بالضبط. مثلا هذه اللوحه هسه بخلفك، نعم. عن شنو يعبر؟ شوفي، احكي لك حتى تكونين بالصوره انت والجماعه والمستمعين والمشاهدين. نعم. كل لوحه مثلا عده مدارس عندنا احنا. نعم. احنا اول ما يبدي الطفل او الشخص او الموهوب او المتذوق يبدي باللوحه الواقعيه. نعم. الواقعيه البحته، ياخذ اللوحه من الواقع ويرسمها. نعم. هاي واحد. هاي مدرسة الواقعية، يأتي وراها الانطباعية، وعندنا التعبيرية، وعندنا التجريدية والسريالية. نعم. عندنا الحداثة، وعندنا ما بعد الحداثة. هاي نعم. مدارس الفنية. نعم. فأنا هنا من أشتغل على مدرسة التجريدية، يعني نعم. عبرنا من مرحلة الواقعية، وصلنا إلى مرحلة التجريدية. هسه أنا مستقرة بالمرحلة التجريدية. اللوحات اللي تشوفي حواليك نعم. كلها تجريد. نعم. إضافة حتى الكلمة اللي احنا قاعدين عليها تجريد. نعم. شو هاي بالضبط. اللوحات التجريدية. نعم. عالم آخر، عالم كبير وعالم واسع، عالم تقريبا ما لا ينتهي. أنا حسب عالم التجريد عالم بحر. اها، بالضبط. نعم ست فاطمه، بالوقت الحاضر هل لديك معارض او مهرجانات تشاركين بها من خلال اللوحات؟ أكيد. شوف، إحنا مشاركاتنا تكون مهرجانات، مثلا دعوة تأتينا من قبل وزارة الثقافة الصربية مثلا. نعم. تأتينا من قبل وزارة الثقافة التونسية مثلا. هاي الدعوات اللي توصلنا، فإحنا من نشارك به. المهرجان واحد، للتوضيح، المهرجان واحد والمعرض واحد. نعم. المهرجان يشمل معه سمبوزيوم. نعم. سمبوزيوم شنو؟ الرسم حر مباشر. نعم. بدون قيود، بدون فرض يعني أعمال معينة. نعم. فأنت ترسمين أمام الجمهور وأمام اللجنة. بالضبط. فمن ضمن شروط المهرجانات اللوحات تبقى لصاحب المهرجان، للجهة اللي أرسلت الدعوة. نعم. فالسمبوزيوم واحد. المعارض لا، تاخذين لوحة مالتك من البيت تشاركين بها بمعرض، يمكن يدوم يوم يومين أو شهر شهرين، ويا إما تنباع يا إما تسترجعين لوحة مالتك كمان مثل ما أخذتيها مثلا. نعم. هذا المعرض. نعم. المهرجان مختلف تماما، مهرجانات مختلفة. فقد على ضوء سؤالك، احنا كنا مشاركين قبل تقريبا 15 يوم 10 ايام، رجعنا من دولة صربيا. نعم. وقبلها كنت مشاركة وين؟ كنت مشاركين في طرابزون في البحر الأسود في تركيا. نعم. مع مجموعة من الفنانات اللي هم يسموها جمعية الفيمن آرت، اللي أنا ممثلتهم في العراق. نعم. فكنا مشاركين معاهم. واللي قبلها رومانيا، واللي قبلها يعني دول كثيرة أشارك بها، تقريبا بلغ 65 دولة مشاركة فعلية. شنو يقدم لكم المهرجان؟ المهرجان يقدم لنا كل شيء، من ضمنها يعني يوفر لنا المستلزمات الرسم. نعم. والكانفاس، ويوفر لنا الاجواء، وياخذنا رحلات سياحيه. جميل. وكل الامور على جهه المدعوه. لكن بشروط المشاركه ان كم لوحه يرسم فنان، هاي اللوحات تبقى للجهه للمهرجان، صح التعبير. حلو. نعم. تمام. ست فاطمه، حدثينا عن المواقع او مواضيع التي حضرتك تختارينها خلال الرسم. شوفي، احنا دائما نقول الجهه اللي يرسل الدعوه. نعم. ما يحدد الفنان بشيء معين. نعم. مثلا الا الواقعي، الا فلان صوره، احنا لان مو تحت التدريب. الفنان هو حر. نعم. في ارسال رسالته او توصيل رسالته. فاحنا نرسم اللي احنا نريد نرسمه. ما حد يقدر يقول فاطمه العبيدي ارسمي لي فلان شيء، لان انا حره في رسمي. ايش ما ارسم، لان هو دعاني على ضوء هذا الشيء، لان هو عاجبه اعمالي. فلهذا دائما يرسل لي دعوات، وانا ارسم اللي اشوفه انا مرتاحه به. يعني مواضيعك ثابته انت؟ مواضيعي مو ثابته، مواضيعنا احنا انت تختارينها. انا اختاره. نعم. نعم. الاختيار للفنان. مثلا عندنا فنانين من نشارك مثلا 60 فنان، 40 فنان من عده دول في العالم. كل فنان يحمل معاه موضوع، يحمل معاه رساله، يحمل معاه ادواته التكنيك مالته، او ينتمي الى مدرسه معينه. نعم. فلما نحن نرسم اللوحه، صاحب المهرجان ما يقيدنا بشيء معين. نعم. لان احنا مو طلاب او تلاميذ تحت ايد هذا الشخص. نعم. حتى يقول لنا لازم ترسموا لي هذه الابنيه، لا، هذا ما عندنا. او ترسمون هذا المنظر الطبيعي وهاي النخله، لا. نعم. ابدا. الفنان هو حر فيما يرسم.
جميل. نعم ست فاطمة، المواضيع اللي حضرتك ترسمينها صورة أو إيحاء أو موضوع تتناولين به. نعم. أنا من أرسم بدون ما أنظر إلى أي مكان. دائما التجريد خيالي. نعم. تجريد مثل الشاعر. لما يكتب عن الوطن، يكتب عن الأم، يكتب عن الأب، يكتب عن الحب، يكتب عن الحبيبة، يكتب عن الابن، فهذا حر في كتابته كشاعر. الرسام نفس الشيء، هو اللي يختار الموضوع. فأنا لما أختار التجريدي لأنه عندي بها رسالة. ومو تجريد مثلا عبطية أو ألوان مسكوبة أو قبل، لا، بها نوعا ما رسالة. نعم. هل يوم من الأيام عبرتي عن نزلتي حزنك أو فرحك عن اللوحة؟ لا أبدا، أنا ضد الحزن، لأن مثل ما نقول اللي بينا مكفينا. يعني العراق ما محتاج إحنا نحزن، بالعكس أنا أزرع الأمل، أزرع الفرحة، أزرع الابتسامة. بالعكس أنا عندي حسب ما يقولون في كل الدول وكل الشخصيات اللي يلتقون بها أنه فاطمة طاقة إيجابية، تمنح طاقة إيجابية لكل شخص يدخل بيتي، أمنحه طاقة إيجابية. لأن الشخص هو حزين دخل بيتي أزيد حزن، أزيد ألم، هذا ما محتاج. احنا محتاجين نتفائل، نزرع الأمل، نزرع المحبة، نزرع الابتسامة، وكلنا بحاجة إلى ابتسامة. أنا دائما أقول ابتسامة فيروس، وزعوها، خلي هذا الفيروس ينتشر، اللي هي فيروس الابتسامة. سكنت الفن والفن سكنتها، عشقت الفن والرسم. إنها فاطمة العبيدي التي كشفت لنا ما وراء عالمها الفني والرسم. زين، مشاركاتك جيدة في المعرض الفن التشكيلي. شنو اللي قدمه لكم معرض فن التشكيلي؟ المعرض الفن التشكيلي قدم لنا الكثير. مثلا نزداد خبرة، نتعلم، نطلع على ثقافات العالم، على حضارات العالم، على أساليب، على مدارس الفنية الموجودة في باقي الدول. كل مشاركة إلي أكيد أنا أكتسب خبرة سنين في مشاركة واحدة. نعم. جميل. يعني يوفر لكم كل شيء، مستلزمات مال الرسم؟ أكيد، مستلزمات الرسم، الكانفاس. نعم. عندنا جدول سياحي ياخذنا على مثلا نزور محافظة تلك المنطقة، نزور رئيس البلدية تلك المنطقة، أحيانا نزور السفير تلك المنطقة أو السفير العراقي في تلك الدولة. هذه الأمور كلها تكون على من جانب الجهة المرسلة الدعوة. نعم. ست فاطمة، برأيك لماذا تنسحب المرأة المبدعة الانتشار الإعلامي؟ مع الأسف الشديد أنا أشوف الإعلام في كركوك قياسا لما قدمت فاطمة العبيدي لا شيء صراحة. يعني صح أكو مثلا جنابكم زرتونا في البيت وأهلا وسهلا بكم، وبعض القنوات زارونا، لكن منجزات فاطمة العبيدي، مشاركات فاطمة العبيدي تحمل رسالة سلام من مدينة كركوك وتوصلها إلى 65 دولة وأكثر من 75 مشاركة يعني فيها مكررة. يعني فأنت لاحظي رسالة من كركوك إلى باقي الدول، والإعلام الكركوكي ما عنده خبر بهذا الشيء، فهذا شيء مؤسف بصراحة. يعني ما دا أعاتب، إنما هذا فشي يعني أنزعج من عنده، لأنه ما معقولة الإعلام أو الصحافة في كركوك مدى يطلعون إلى مشاركات النسوية من مدينة كركوك. احنا دائما نشوف المرأة العراقية أو المرأة الكركوكية خلينا نقول مبتعدة عن الإعلام، كونها خوفا لهم. يمكن يجوز، أنا حسب تحليلي وتفسيري، يمكن الخجل أو لا ما يملكون الجراءة في أمام الكاميرا. بس المفروض المرأة الكركوكية أنا برأيي هي أقوى من هذا الموضوع، المفروض تطلع أمام الكاميرا، خلت تشوف العالم كله إنجازاتها وإبداعاتها وما تملك من مواهب. مفروض كشاعرة، كرسامة، كتشكيلية إن كانت، كفنانة، كمسرحي، كشاعر، مفروض يوصل صوته ويوصل صورته لكل العالم. نعم. ست فاطمة، هل كان لزوجك أثر كبير في تغيير مسار حياتك العامة والخاصة؟ زوجي قصدك؟ نعم أكيد إلى دور كبير. يعني ما أنكر أن زوجي كان مساندني من يوم زواجنا لحد هسه اللي عبرت تقريبا 29 سنة احنا صارنا متزوجين، وهو دائما السند الأكبر والسند الأقوى إلي، ودائما يشجعني، لأن هو ابن فنان محمود العبيدي، فأكيد ابن الفنان أكيد يشجع زوجته ويشجع بناته وابنه على الرسم وعلى الإبداع وعلى المشاركات. نعم. ربي يحفظه لكم. ست فاطمة، لماذا لقبوك بسفيرة السلام من خلال الفن؟ طيب هاي السؤال كلش جميل.
هذا كلمة لقب سفيرة السلام ممنوحة إلي من دولة سلوفاكيا. دولة سلوفاكيا لما احنا كنا مشاركين كان كركوك والعراق تقريبا نص المحافظات كان تحت العدو الإنسانية الداعش. نعم. فاحنا هذه الفترة لما كنا هناك أنا وأولادي مشاركين في مهرجان دولي في سلوفاكيا، فتم وحصلت على الجائزة الأولى، على 45 فنان في تلك الدولة وفي تلك المشاركة. هي كان 2014. فمنحوني أنه فاطمة العبيدي أتت من مدينة الكركوك، مدينة محاطة بداعش بإرهاب، لكن هي تنقل مسج أو رسالة محبة والسلام من مدينتها إلى كل الدول من ضمنها دولة سلوفاكيا. فتم منحي بشهادة رسمية من الاتحاد الأوروبي من دولة سلوفاكيا لقب سفيرة السلام من خلال الفن. جميل، كلش جميل. شكرا جزيلا. زين ست فاطمة، كلمة الأخيرة تحبين توجهيها عن طريق برنامج الرائدات؟ أقول للمرأة العراقية أنت مبدعة، أنت منتجة، أنت معطاء، أنت صبورة، أنت مقاتلة في دارك، مقاتلة بمعنى الكلمة. فليش ما تطلعين أمام الكاميرا؟ نعم. راوي ابداعاتك وانجازاتك وارسلي رسالتك من موقعك، من البيت او من المرسم او وين ما كان، كاعلاميه انت وكأنا كرسامه كفنانه، نرسل رساله محبه والسلام لكل العالم. احنا عندنا دائما المراه العراقيه مقاتله تتحدى كل الظروف الصعبه من اجل ان توصل للهدف اللي تريده. نعم، هي تقاتل لاجل تحقق طموحها ولتوصل اللي هي تريده. فهذا الوصول هم مو شيء هين ومو شيء سهل، بصعوبه توصل له، لكن هي انا متاكده من المراه العراقيه بالذات ومن المراه الكركوكيه بشكل خاص ان هي قويه وتقدر توصل. نعم، احنا نتمنى لك الموفقيه والابداع في المجال العملي والفن. شكرا لك، نتمنى لك كل الموفقيه والابداع، واهلا وسهلا بك مره اخرى في برنامج الرائدات في كركوك. شكرا لك بشكل خاص، وشكرا للكادر تي في كركوك، وشكرا لكم ولزيارتكم الجميله، شرفتونا ونورتونا. شكرا لك فاطمه. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم، شكرا لكل من شاهدنا في قناه كركوك تي في. تحياتي لكم وتحيات كادر العمل، والى اللقاء.